السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا كمية كبيرة نتاع ليمون، وراه وقت الليمون واحد يغتنم الفرصة، يعني راه باسعار في متناول الجميع. غادي نغسلوا الليمون بالماء والخل ونقوا ولا نشفوا هذاك الحبة تاع الليمون كاع، على خاطرش هذوك القشور راح نستعملوهم يعني عند الرغبة ولا عند الحاجة. القشور هذوك نستعملوهم في الحلويات ولا في المخبوزات ولا المعجنات. هنايا غادي نعصر كمية من الليمون، وغادي نجزأ الجزء الاول نديره مركز الليمون، والجزء الثاني غادي نخليه طبيعي ونحطه في يعني قوالب ولا في ديكوبلي ونحطوه في المجمد. هنا في المركز رايح نديرو نصف لتر، يعني كل نصف لتر نتاع ليمون نديرو فيه رطل نتاع سكر اللي هو 500 غرام تاع سكر، ونزيدو له قشور الليمون اللي كنا ديجا من قبل يعني حضرناهم. نحطو هذيك الكمية تاع القشور والسكر ونخلطو يعني ولا نحركو باستمرار. هنايا هذا المركز رايح نخليه ليلة كاملة مع التحريك المستمر، يعني كل 4 سوايع 5 سوايع ماذا بكم تحركوا هذاك الاكستري باش هكا يذوب كاع السكر ويكون يعني الاكستري تاعنا جاهز. والكمية الثانية كما راكم تشوفوا نحطوها في علب ولا في ديكوبلي ولا حسب الامكانيات اللي عندكم في الدار، ونحطوهم في المجمد. بعد اللي يجمدوا نحطوهم كذلك في دي بورتمونجي يعني في علب ونستعملوهم عند الحاجة. هذا الليمون نستعمله للعصائر مثلا بكثرة، بالخصوص العصائر تقدروا تقولوا هذه تحضيرات تاع شهر رمضان، والكمية مادام راها كبيرة رايح يعني تبقى لي حتى يكمل الصيف ولا حتى للصيف وانا نستعمل فيه. هذا مركز نتاع الليمون. حتى المركز القشور تاعه لما نصفوهم نحاولوا باش ما نرموهمش، ممكن نستعملوهم في الحلويات كذلك، نحطوه في علبة ونقفلوه باحكام ونحطوه في المجمد. والعصير اللي يبقى لنا كذلك نحطوه في علبة كبيرة ولا نحطوه في علب صغيرة حسب يعني اللي كان عندك في البيت، ونحطوه في المجمد. درك من بعد تشوفوا معايا القوام نتاع هذا مركز الليمون. كما على بالكم باللي رانا في موسم تاع الحوامض، يعني الليمون والبرتقال من الأحسن التشريح في هذا الموسم، لأنه السعر تاعه يعني في متناول الجميع. ربما في شهر رمضان ولا في الصيف تلقيه بأسعار باهظة. هذا هو الليمون تاعي بعد اللي بات ليلة كاملة. غادي نحطه في هنا علبة كبيرة، نحطه في دفعة واحدة. ممكن انتيا ما عندكش هذا العلب تحطيه في دي ساشي تاع الكونجيلاتور وتحطيه في المجمد. هذا هو الفيديو تاعنا. دوك من بعد تقريبا في اخر الفيديو غادي تشوفوا القوام تاع العصير تاع الاكستري، يعني مركز الليمون كيفاش يكون القوام نتاعه. تقريبا هنايا انا وصلت الى نهاية الفيديو. بقى لي غير نقول لكم البنات نتهلاو في رواحكم، خليتكم في حفظ الله ورعايته، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله